في المكان دوت بيشوفوا فيه الحظ، الأبراج هنا. ازاي هنا بنشوف الحظ بتاعنا عن طريق الأبراج وعن طريق تاريخ الميلاد. على سبيل المثال هنا بتعمل نظبط هنا، بعدين بنشوف تاريخ الميلاد. ماشي، السنة الأول بنشوف السنة، بنلف دي عشان نشوف هي سنة كام، وأحطها مثلا لو هي السنة دي. اوكي، في السنة دي بروح عاملة جايبة الدخل عندها هنا كده. أتمنى أن يكون التوضيح يعني أنا عارفة أوضح الموضوع ده. هنا السنة، وبعد كده بغير على وبعد كده بغير على المؤشر ده بغير بحيث يوصل على اليوم، الشهر يا ربي الشهر. وبعد كده بنشوف الحظ من هنا مكتوب على اليوم والتاريخ. بيجيب يقول لك هنا، يقول لك شوف رقم ايه، وبتشوفه من هنا، بنشوفها من هنا وبنشوف حظنا ايه. طبعا احنا كلنا عارفين ان حظنا جميل وكويس جدا. ده تليفون علشان برضك يوضح ازاي الليلة دي بتتعمل. وممكن الواحد يعملها بنفسه، بس حلوة الواحد هنا يشوف حظه. وهم عاملينها بطريقة بصراحة يعني كويسة، بحيث يعني بيجيب بالظبط الحظ بالظبط زي الأبراج عندنا في مصر. بس هم يعني هنا بتبقى مظبوطة شوية. دي لوحة جميلة جدا بتعبر عن ان المدينة بتتحرق والملائكة بتطفي الحريق.